الفيلم بيبدأ ببنت صغيرة اسمها إيلين، وهي ماشية بتتجول في الغابة، ومعاها مخلوق غريب كده شبه الكائنات الأسطورية. بعد شوية بتطير هي وأصحابها حوالين السوق، وبيفضلوا يلعبوا شوية، وبعد كده بنعرف إن البنت دي في الحقيقة أميرة، اسمها الأميرة إيلين. واحد من الحراس شافها وهي جاية من بعيد، فصرخ وقال للجنود يفتحوا البوابة علشان الأميرة تعدي. أصحابها حبوا يجوا معاها القصر علشان النهاردة عيد ميلادها ال15، وكان المفروض تعمل حفلة، بس إيلين رفضت وقالت لهم إنها عايزة تقضي اليوم ده مع أبوها وأمها لوحدها. ولما وصلت عند بوابة القصر طلع الوزير وقابلها وقال لها إن الملك والملكة طالبين يشوفوها فوراً. إيلين بدأت تفكر في عذر كويس تقوله لهم علشان تبرر غيابها عن القصر، لكنها اتفاجأت لما شافتهم، لأن أبوها وأمها مش بشريين دلوقتي، بقوا وحوش. الحقيقة إنهم ما كانوش كده زمان، كانوا بشر عاديين بيحكموا المملكة بالعدل. لكن من سنة لما راحوا رحلة في الغابة نزل عليهم ظلام غامض ولعنهم وحولهم لوحوش، ومحدش في المملكة يعرف كده غير إيلين والعمال اللي في القصر. من ساعتها وحياة الأميرة بقت صعبة جدا، لأن كل مسؤوليات الحكم وقعت على كتفها الصغيرة. بتمضي الأوراق وتراجع الجنود وتحكم في القوانين، كل حاجة كانت المفروض أهلها يعملوها هي اللي بقت تعملها. مش بس كده، دي كمان بتعتني بأهلها الوحوش بنفسها، بتأكلهم، تنظفهم، تغسلهم، وما بتنامش كويس من كتر التعب، وبتنظف كمان الفوضى اللي بيعملوها في القصر. الناس والجنود بقوا متضايقين جدا، لأنهم بقالهم سنة ما شافوش الملك والملكة، فبدأوا يتجمعوا على بوابة القصر وبيطالبوا يشوفوهم. الوزراء بولار ونزار قالوا لإيلين إنهم مش هيقدروا يفضلوا يضحكوا على الناس أكتر من كده، لأنهم خلاص استنفدوا كل الأعذار. لكن إيلين كانت لسه محتاجة وقت علشان تلاقي طريقة تفك اللعنة عن أهلها. الوزراء قالوا لها إن الوضع مش هينفع يستمر، بقالها سنة بتحاول ومفيش نتيجة. البنت راحت أوضتها ووقعت على السرير وصرخت من القهر، لكن بعدها فرحت لما رجع ساعي البريد الملكي اللي كان رايح يوصل رسالة للأوراكل بتاع الشمس والقمر. الأوراكل ده حكيم بيعيش في غابة الظلام الأبدي، وساعي البريد بعت له 8 عصافير علشان يوصلوا الرسالة بأمان، لكن 7 منهم اتجمدوا وبقوا حجر لأنهم أكلوا من ثمار اسمها توت التحجر، وعصفور واحد بس هو اللي وصل ورجع بالرد. الرد كان مكتوب في ورقة صغيرة، مكتوب فيها إنه لازم تحط شوية مية على الورقة. لما عملت كده ظهر الأوراكل بتاع الشمس والقمر قدامها، قالوا لها إنهم عايزين يساعدوها، بس لازم يشوفوا الوحوش اللي تحول ليهم أهلها بعينيهم علشان يعرفوا نوع اللعنة. قالوا لها كمان إنهم هيجوا في اليوم الثالث من الشهر، واللي هو النهاردة يعني في عيد ميلادها. إيلين فرحت جدا وقالت خلاص مش هتعيش وسط الأسرار دي تاني، وهترجع تعيش حياة طبيعية مع أهلها. لكن الوزراء بولار ونزار كانوا مرهقين من خدمة الوحوش دول ومليانين كدمات، وخايفين من حفلة عيد الميلاد اللي هتكشف السر قدام الناس. فنزار قال لبولار على فكرة، بما إن الأميرة هتتم 15 سنة نقدر نقول للناس إن الملك والملكة ماتوا، وبعد الحزن نعلنها ملكة جديدة على المملكة، ونخلي الوحوش يعيشوا في الغابة بعيد وهي تروح تزورهم وقت ما تحب. بولار وافق، وكانوا رايحين يقولوا لإيلين، لكنها دخلت عليهم الأول وقالت لهم إن الأوراكل جاي النهاردة علشان يفك اللعنة. الوزراء قالوا لها على خطتهم، لكنها وافقت إنها تعمل كده بس لو الأوراكل فشل في فك السحر. بعد شوية غنوا لها كل سنة وانتي طيبة، ولما احتفلوا شوية دخل كبير الخدم وقال الأوراكل وصل. فجأة ضفدع ضخم دخل القصر ونط قدام الأميرة وفتح بقه وخرج منه الأوراكل بتاع الشمس والقمر. الأوراكل شكر الضفدع على التوصيلة واداله 5 نجوم وقال له ممكن يمشي. إيلين جابت أهلها الوحوش علشان الأوراكل يشوفهم، بس الأوراكل اتخضوا جدا لأنهم كانوا فاكرينها بتبالغ، لكن لما شافوهم قالوا فعلا دي لعنة الغابة المظلمة، ولو ما اتفكتش قريب أهلها هيبقوا وحوش للأبد. الأوراكل بتاع الشمس طلب العصا السحرية بتاعته، بس الأوراكل بتاع القمر قالوا إنه بدل كل عصا عنده بعصا واحدة سحرية شاملة بتعمل كل حاجة. لما حاول يستخدم العصا عشان يفك اللعنة الوحوش الملك والملكة هجموا عليهم من غير وعي، فهرب الأوراكل بسرعة مع الضفدع بتاعه. إيلين كانت زعلانة جدا وحست إن أهلها ضيعوا آخر فرصة كانت عندهم يرجعوا بشريين. قررت ساعتها توافق على خطة الوزراء وتبقى هي الملكة الجديدة، وحبست أهلها في قفص علشان يودوهم الغابة الصبح. قبل ما تنام راحت لهم وادتهم حتة من كيكة عيد ميلادها وقالت لهم تصبحوا على خير. تاني يوم الصبح إيلين صحيت من النوم، راحت تبص على القفص اللي حابسة فيه أهلها الوحوش، لكنها اتصدمت لما لقت القفص فاضي. جريت على بلكونة وشافت منظر مرعب، أهلها الوحوش بيعملوا فوضى في المدينة وبيخوفوا الناس. الجنرال شاف المنظر ده بسرعة وبدأ يجهز الجيش علشان يهجم على الوحوش. إيلين نزلت تجري وراهم علشان توقفهم، كانت بتصرخ وتقول لهم ما تأذوهمش، بس الجنود ما كانوش فاهمين.
لما شافت إن الدنيا هتولع ما كانش قدامها حل غير إنها تقول الحقيقة للكل، فقالت بصوت عالي: الوحوش دول هم الملك والملكة، يعني أبويا وأمي. الناس كلها اتصدمت، والجنرال وقف مكانه مش مصدق. الوزير بولر بدأ يشرح للجنرال كل اللي حصل من البداية، إزاي الملك والملكة اتلعنوا وتحولوا لوحوش، وإزاي الأميرة بتحاول من سنة تفك اللعنة. إلين حاولت تهدي أهلها الوحوش، لكن من غير قصد ضربوها بمخالبهم فوقعت على الأرض فاقدة للوعي. الجنود بسرعة رموا شبكة ضخمة على الوحوش وربطوهم، والناس كانت مرعوبة جدا، خايفين إن اللعنة توصلهم كمان. الجنرال طلع للناس وقال لهم: ما تخافوش، إحنا هنعين الأميرة إيلين حاكمة جديدة للمملكة، والوحوش دول هناخدهم بعيد جدا لمكان ما يرجعوش منه أبدا. الكلام ده كسر قلب الأميرة، لأنها ما كانتش عايزة كده خالص، كانت بس عايزة تنقذ أهلها. بدأت تدور على حل وهي بتعيط، وفجأة لقت العصا السحرية بتاعت الأوراكل وقع على الأرض. مسكت العصا، ولما لمستها ظهر قدامها الأوراكل في صورة هولوجرام كده، يعني شبه ضوء. الأوراكل كانوا مرعوبين يرجعوا لأنهم فاكرين الوحوش هتهاجمهم تاني، بس إيلين قالت لهم إنها هتيجي هي بنفسها عندهم لو مش عايزين ييجوا. وبالفعل لما الجنود كانوا بيستعدوا ياخدوا أهلها بعيد في القفص، استخدمت العصا، وفجأة فتحت القفص وطلعت أهلها، وخلقت عربة سحرية وطلعت بيهم بسرعة كبيرة ناحية الغابة اللي فيها الأوراكل. الجنود طلعوا وراها بالخيل وبالطيور، لكن ما قدروش يلحقوها لأنها استخدمت سحر العصا واتلخبطت أثرهم واختفوا كأنهم طاروا. وصلت إيلين لبيت الأوراكل، لكن أول ما شافوها داخلة ومعاها الوحوش اتخضوا جدا. إيلين شرحت لهم كل حاجة ورجعت لهم العصا، بس قالوا لها الحقيقة الصعبة، إنهم ما قدروش يفكوا اللعنة دي. اللي يقدر يفكها هم نفس الملك والملكة، مش حد تاني. قالوا لها إن الحل الوحيد في بحيرة النور اللي فوق جبال الغابة المظلمة، لكن حذروها وقالوا إن الغابة دي خطيرة جدا، وأي مشاعر سلبية زي الحزن أو الغضب أو الكره ممكن تخلي الشخص يتحول لوحش. من غير تردد خدت أهلها وبدأوا الرحلة، وهم ماشيين دخلوا نفق مظلم مليان أضواء غريبة. بس في النص الملك والملكة الوحوش بدأوا يتخانقوا مع بعض، وإيلين اتعصبت جدا منهم وبدأ الغضب يملأ قلبها. فجأة الظلام ظهر حواليها وبدأ يسحبها كأن الغابة بتبلعها، لكن أهلها الوحوش حسوا بيها في آخر لحظة، وخرج من بقهم نور قوي جدا طرد الظلام وأنقذها. ولما خرجوا من النفق كانت المفاجأة الكبيرة إن أهلها بقى عندهم صوت ويتكلموا، بس للأسف ما كانوش فاكرين إنها بنتهم. بقوا بيتكلموا كأنهم مجرد مخلوقات غريبة معاها. وفي الوقت ده الجنرال كان لسه بيدور عليهم ولقى آثار على الأرض وبدأ يتتبعهم. إيلين وأهلها وصلوا المكان كله رمل، ولما مشيوا عليه الرمل بدأ يسحبهم لتحت. بسرعة جريوا على صخرة ووقفوا عليها، وبدأوا يتخانقوا تاني بسبب الطريق. الغضب اللي بينهم نادى على الظلام تاني وبدأ يهاجمهم. وفوق ده كله الجنرال وصل ومعاه الجيش. بس إيلين كانت أذكى، لاحظت عصفور صغير واقع في خطر وقالت لأهلها ينقذوه سوا. لما تعاونوا وأنقذوه الظلام اختفى فجأة وكأن النور رجع تاني. الجنرال حاول يمسكهم، لكن الملك الوحش استخدم الرمل وعمل ضباب كثيف فاختفوا منه ونجحوا يهربوا. وأخيراً وصلوا لقمة الجبل، وهناك شافوا مخلوقات غريبة كتير، وكل واحد معاه ابنه الصغير بيتعاملوا بحنية. المشهد ده لمس قلوب الملك والملكة، وفجأة بدأوا يفتكروا كل حاجة، إنهم الملك والملكة الحقيقيين، وإن إيلين هي بنتهم الوحيدة. إيلين جريت عليهم وهي بتعيط من الفرح وحضنتهم بقوة. بعد شوية شافوا بحيرة النور اللي على الجبل التاني، فجريوا ناحيتها بسرعة. ولما وصلوا البحيرة أظهرت لهم سبب اللعنة، إنهم في يوم من الأيام اتخانقوا جوه الغابة المظلمة، والظلام استغل غضبهم وحولهم لوحوش. لكن الملك والملكة قرروا ما يدخلوش البحيرة، وقالوا لإيلين إنهم مش هيقدروا يرجعوا زي الأول، وإنه خلاص لازم يعيشوا بعيد. الكلام ده وجع قلبها جدا وبدأت تغضب وتعيط، والغضب ده حرك الظلام من تاني وبدأ يسحبها. الجنرال والجنود وصلوا في الوقت ده وشافوا المنظر، فحبسوا الوحوش تاني في القفص. لكن الوحوش كسروا القفص بقوتهم وراحوا بسرعة عند إيلين. لما شافهم الجنرال سمع صوتهم وهم بيتكلموا، وقالوا له إنهم الملك والملكة، فساعتها انحنى ليهم هو والجيش احتراما. الملك والملكة قالوا لهم إن الأميرة جوه الظلام ولازم ينقذوها، فكلهم جريوا ناحية الجبل واستخدموا قوتهم السحرية وسحبوا مية بحيرة النور تجاه إيلين. النور غمرها بالكامل وطرد الظلام من جواها وأنقذ حياتها. الملك والملكة قالوا لها إنهم أسفين على كل حاجة،
وإنهم بيحبوها أكتر من أي حاجة في الدنيا. وبدأوا يغنوا أغنية حزينة مليانة مشاعر، وإيلين حضنتهم بقوة. اللحظة دي كانت قوية جدا لدرجة إن الحب اللي بينهم فك اللعنة نهائيا ورجعوا بشر زي ما كانوا. بعد سنة بنشوف إيلين بتحكي وهي مبسوطة، وبتقول إن كل حاجة بقت تمام، والملك والملكة رجعوا يحكموا المملكة، والحياة رجعت حلوة زي زمان. وفي النهاية وهي راجعة من الغابة دخلت القصر، لقت مفاجأة، حفلة عيد ميلاد ضخمة معمولة ليها، فيها أهل المدينة وأصحابها وأبوها وأمها، وحتى الأوراكل حضر وقال لها إنه فخور بيها. أهلها ادوها هدية وقالوا لها إنها تقدر تروح في أي مكان هي عايزاه مع أصحابها. وبكده الفيلم بينتهي نهاية سعيدة والناس كلها فرحانة. وقبل ما نمشي عندي ليكم سؤال بسيط كده، مين هو الصحابي اللي لقب بأمين الأمة؟ اكتبوا إجابتكم في التعليقات تحت ونشوف مين اللي هيجاوب صح. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وصلوا على النبي محمد.